السكر ده بقى ايه؟ مربى تين، كيلو تين نعمله مربى. بس الحمد لله يعني بطريقه جميله زي ما ماما علمتني بالظبط. طلع معايا احلى مربى تين تشوفوها في حياتكم. اللي عايز ينعمها ينعمها، انا بحبها نص متقطع ونص دايب. احلى مربى. سكر وربع كوبايه ميه. كيلو تين يتقشر ويتشال الراس ويتقطع نصين وتنقيه، وحله فاضيه تحط فيها كوبايه سكر وعليهم 3/4 كوبايه ميه. وبعد ما الميه تغلي بالسكر بنزل بالتين بعد ما بغسله. وبعد ما اغسله بقطعه نصين، ونص متقطع صغير بيدوب والنص التاني سليم، واسيبه ياخد ويدي مع السكر والميه. وبعدين في الاخر بجيب 4 ليمونات وبقسم كل ليمونه 2 كده اهو. وبعدين بحط الليمون زي ما انتم شايفين اهو. بحطه فين؟ بحطه في المربى في الاخر عشان يعمل ماده حافظه وتقعد معاكم 6 شهور. ماشي. وبعد كده تعبوها في برطمانات وهي سخنه وحله فيها ميه دافيه على البوتاجاز وتسيبوها تغلي شويه. وبعدين يعمل معاكي ايه؟ البسطره اللي انتوا بتجيبوها من بره. يعني ليه انا بضيف الليمون على مربى التين وليه بحط سكر؟ ممكن تحطي عسل جلوكوز لو ما عندكيش، بتحطي على الكيلو التين او اي مربى فراوله اي حاجه بتحطي كوبايه سكر و3/4 كوبايه ميه. ولو ما عندكيش ملح ليمون بتجيبي 4 ليمونات كبار تقسميهم نصين. وبعد ما تتعمل معاكي المربى وتدوب زي ما انتوا شايفين، انا ما رضيتش اشيل الحاجات دي عشان ما تقولوش لا ده ما بتحطش ليمون. بحط بدل ملح الليمون ليمون خام، وده احسن على فكره من ملح الليمون، وبيحفظ المربى 6 شهور بالظبط.